جدد ألقي القبض عليهم تؤكد بأنهم كانوا ضمن مجموعات مسلحة قامت بالتخريب والحرق والاعتداء على المواطنين وقوى الأمن والجيش، وأنهم تلقوا أسلحة وذخائر وأموال دفعت مقابل ترويع الآمنين. مشاهد جديدة تدلل ومن جديد على حجم المؤامرة التي حيكت للعبث بأمن سوريا وأمانها. أسلحة وذخائر وأموال دفعت مقابل ترويع الآمنين واستهداف رمز الوطن الجيش. يؤكد ذلك اعترافات العديد ممن ألقي القبض عليهم. كان يتردد لعندي شخص اسمه رضوان برماوي، هو في علاقة بيني وبينه قديمة. رحت أنا ورضوان على البلد لخلف الجامع العمري، في بيت هناك بقعد فيه الشيخ أحمد صياصنة. اجى جاب سلاح رضوان واجى على السيارة. يوم اجى على السيارة قلت له شو هذا؟ قال لي خلص شغلة بدنا نروح نشتغلها ونرجع بس. أخذ السلاح، أخذ بواريد 2 مع ثلاث بواريد مع مسدسات 2 وحطهم بالسيارة ووقعنا. قلت وين بدك تروح؟ قال لي وين في نقطة جيش نروح نقوس عليهم. قلت له ليش؟ قال لي خلص أنت ما دخلكيش بالموضوع هذا. أخذ السلاح وكان في بدر الحراكي وبلال البرماوي. فعلا سوقت السيارة وحتى على الطريق أرغموني فيها. قلت له معلش إذا رضوان اعطيني من الموضوع أنا ما عاد بدي منك شيء. قال لي لا، صرنا ماشيين وبدنا نكمل الشغلة. وصلوا على نقطة الجيش، فبس وصل هناك صاروا يقوسوا عليهم والجيش يقوس عليهم. رجعنا عاد فلينا ورجعنا ثاني مرة لعند نفس البيت اللي أخذ من عنده السلاح. نزل على البيت اللي ورا الجامع، جاب المصاري وجاب السلاح واجى على السيارة. يوم اجى سألته شو هذا؟ قال لي ما دخلكيش انت، بس امشي وما دخلكيش. بس مشينا وراح على النقطة العسكرية وصاروا يقوسوا هناك. واحنا راجعين عد علي مصاري ما رضيتش اخذ، بس شفته اعطى لكل واحد ربطة كاملة، لكل واحد بين فيها 50,000. قلت له انا ما بديش منك شيء، بس اعفيني وبعد عني، اتركني من الامور هاي. من وين جاب المصاري؟ من البيت اللي فات عليه لجوا، اللي ورا الجامع العمري مباشرة، اللي كان يقعد فيه الشيخ أحمد صياصنة. ركبوا موجة الدعوة للإصلاحات، وكانت دعواتهم وفتاواهم المحرضة على القتل والحرق. أما أدواتهم فهم ضعاف النفوس الذين آثروا كسب بعض المال مقابل خسارة وطنهم وكرامتهم. كنت بدار أروح صلي بجامع موسى بن نصير. بلش الشيخ مطيع البطين يحرض يعني الشباب على انه يخربوا الممتلكات العامة، يحرقوا الممتلكات للحكومة. واستجاب بعض الشباب وانا منهم، فاحرقنا السرايا واحرقنا بيت المحافظ واحرقنا بنوى مخفر نوى. باثناء مشاركتي بالمظاهرات كان في محرضين بسموهم، هذول حرضونا منهم ابراهيم النايف مسالمة. هذا شخص بتجول بالمدينة بالماتور معاه روسية يعني أمام الناس. ومنهم بلال الرزق مسالمة، هذا شخص ثاني أعطاني 10,000 ليرة وأعطاني 5 جراني بنزين عشان أضربوا على الجيش والأمن. الشيخ أحمد صياصنة، يعني الشيخ أحمد صياصنة الجامع العمري فتحوا مشفى ميداني يعني وضب الزعران باللغة العامية، ومدهم بالمصاري وسلاح أي شيء يعني بلزمهم الشيخ أحمد صياصنة، ويقول لنا روحوا للجهاد الشهادة. يذهب المتآمرون وأعوانهم ومن يتحرك في فلكهم